السلام عليكم يا شباب. اليوم معنا أقوى هاكر بدون باند وبدون بلاك. زي ما انتم شايفين يعني قائمة الهاكر أسطورية. زي ما انتم شايفين في أكثر من 100 ميزة، أقسم بالله يعني هاكر أسطوري. وفي باي باس وإيم سلنت وإيم بوت وطيران وسبيد وكل شيء. وأيضا يا شباب حتى تتجنب البان تفعل كل التفعيلات وانت داخل الجيم. يعني أول ما تدخل الجيم تفعل كل التفعيلات اللي بدك إياها. يعني مثلا أنا أفعل كل تفعيلات الدراو، وأفعل السلنت، وأفعل الباي باس، ونفعل الام انيبل، ونفعل التفعيلات الكشف. ويلا نجلد أبو الشخص اللي جيت قدام. ويعني وأصلا تقريبا الخصم انسحب. نعم، الخصم انسحب من قوة الهاكر. يعني قبل حتى يشوف الهاكر أو يشوف مزية تنسحب. وأيضا تقدر تتحكم بدائرة الخطر اللي قدامك هاي، حتى مثلا تبين انك كلين أكثر. وزي شايفين يعني، وأساسا هي تشوت في الباطن. يعني تضرب هيك تشوت في الباطن. يعني متخيلين هي تشوت في الباطن بهاكر مجاني؟ يعني هذا شيء أسطوري. وزي ما شايفين يعني أساسا الخصم انسحب. وأساسا يا شباب يعني في ميزة الكشف. يعني إمكانك من الخط اللي فوق تضرب مثلا العدو بوكس، يظهر لك الدم فوق. وفي يا شباب ميزة الباي باس. يعني ميزة الباي باس جدا جدا قوية. يعني مستحيل تلقاها في أي هاكر مجاني. وكمان يعني نقولك على طريقة ثانية حتى تتجنب البان تماما. يعني أول ما تقتل الشخص هيك دقيقة وتاخد البوية. يعني أول ما تاخد البوية هيك، أول ما تظهر لك البوية تطلع من فري فاير وتدخل على الناسخ، وتدخل على فري فاير ويلا على طريقة التركيب. طريقة التركيب جدا سهلة. تحمل هذا التطبيق من أول تعليق أو بالوصف، تضغط تثبيت. يعني كل تحديث لأنه مثبت قبل هيك فانتوا ثبتوه بشكل عادي. المهم يعني نطلع وندخل على التطبيق. وشباب حتى يعني لو ما تثبتش معكم التطبيق قفل حماية جوجل وهيثبت. واول ما تدخل على التطبيق هتعطيله الصلاحيات، تضغط على اكسبتات كلها. كل اكسبت يجيلك تضغط عليه حتى تعطيله الصلاحيات. وبعدين تضغط على علامة الزائد اللي بالاسفل هون اللي تحت، تضغط عليها وتدور على فري فاير. فري فاير العادية اللي من متجر بلاي. تضغط على فري فاير هيك بشكل عادي. واول ما تضغط على فري فاير هيك اول ما تضغط عليها هتظهر لك هون دقيقة. هتظهر لك هون. قبل ما تظهر لك هون تضغط عليها. ويا شباب هذا الناسخ بدون كود وبدون اي شيء. ولكن حتى تتجنب طريقة الكود لازم اول ما تدخل هيك دقيقة. اول ما تدخل هيظهر لك يقول لك حط الكود دقيقة بس. هاك يظهر لك حط الكود. انت لا تضغط على علامة جيت كاي فري لانه بيدخلك مواقع وتتخطى مواقع. انت تضغط على العلامة الثانية الخانة الثانية حتى يكون بدون كود. ضغط عليها زي ما انتم شايفين يعني بدون كود وبدون اي مشاكل. ويلا يا شباب مع السلامة.